بص يا صاحبي، انا ولا جاي اصبرك ولا جاي اهون عليك ولا جاي اعمل اي حاجه ولا جاي اقول حجج واعذار. امبارح بص، انا عن نفسي لسه ما فقتش من امبارح. آم، مش هقول لك انكسار، هقول لك صدمه. هو ياما دقت على الراس طبول زي ما بيقولوا، بس هي الفكرة كلها. أنا من أول الموسم عموما، أو إحنا من أول الموسم لو جبنا كده الموضوع من الأول وحطينا كروتنا على الترابيزة، إحنا كنا بنقول يا رب نبقى يعني ما نبقى في مركز حلو في الدوري. مش هبقى في أول أربعة بس يعني هبقى بعديها بشوية قلنا يا رب ندخل، يعني مش هناخد الدوري يا عم بس نطلع تاني، يا رب نطلع تاني. فجأة لقينا في الآخر إيه ده إحنا ممكن ناخد الدوري، إيه ده إحنا ممكن ناخد الكونفدرالية. انا دايما كنت لما بتسأل بقول لا انا عايز اخد الدوري، مع ان انا المفروض تبقى في ثقافتي اللي انا ابقى طماع، انا عايز اخد كل البطولات. بس انا اتحطيت في موقف، انا يعني لو هختار واحدة هختار الدوري، بس انا عايز الاتنين اكيد، وعايز التانية الكونفدرالية عشان سبب، عشان الفلوس وعشان العب سوبر افريقي هتديني بطولة كمان، فانا نفسي في ده. ف مش هقول لك احنا خلاص بقى عدينا الواقعية وبقينا بقينا يعني احلامنا فوق بقى، احلامنا بقت في حتة تانية مش على قد امكانياتنا خالص خالص. ف طبعا اللي مضايقني الجماهير واللي عملوه امبارح والملحمة، وانه كل دلوقتي مشوا زعلانين واحنا زعلنا وكل الناس زعلت. بس الحمد لله. آه المجلس طبعا ده مجلس، ده من افشل، هو مش فكرة فشل كمان، من افجر، مش فكرة فجر كمان. يعني قول زي ما انت عايز تقول المجلس ده. يعني ده انا يا باشا، ده انا مجلس مرتضى منصور ده كان جنة. والله العظيم ثلاثة، كل اللي احنا شفناه الموسم ده عمره ما كان هيحصل ايام مرتضى منصور، تخيل. مع ان انا ضد مجلس مرتضى منصور، بس يا نهار ابيض احنا كنا، لو الموسم ده كان معانا مرتضى منصور انت كنت كسبت الكونفدراليه وكسبت الدوري من الاول خالص. يعني يانيك فيريرا دي لو ما كانش موجود المدرب ده انت كان زمانك كسب الدوري مستريح. بس برضو هنقول ما عندكش لعيبه، ما عندكش اي حاجه، بس انا باللعيبه دي انا قدرت اوصل لنهائي الكونفدراليه، قدرت اوصل للدوري. معتمد جمال جبان، ما عندناش يعني. تيجي تقول لي هو الراجل يعمل ايه، هو الراجل سوى ايه؟ اعتقد ان الراجل اوكي عمل بالقماشة اللي معانا دي حاجات كويسة. بس هي الفكرة كلها اللي انت جيت في الماتشات ده زي ماتش الاهلي انت كنت جبان. اصل يعني ايه جبان؟ عشان بس الناس بتسمع كتير جبان جبان جبان، يعني ايه جبان؟ وجبان انت مش بتخاف من الصرصار، لا انت عايز تلعب على نقطة، بتحاول اللي هو يا رب لو جات لي فرصة يعني تمام، بس لا انا عايز ايه، أأمن نفسي. ليه تأمن نفسك يا معلم؟ اصل انت هتخسر ايه؟ طب ما احنا خسرانين كل حاجة، تخسر ايه؟ خايف على ايه؟ طب انا مش فاهم. معاك ايه الموسم ده تخاف عليه؟ مش معاك اي حاجة، مش معاك اي حاجة. فوصلت للمرحلة دي، الكرة عايزة قلب، عايزة قلب مش عايزة خوف. هتخاف ليه؟ المنافس بتاعك هو ما طلعش بأي حاجة الموسم ده لحد دلوقتي، ما طلعش بأي حاجة. ايه اللي حصل يعني؟ انا مش فاهم. انت خايف ليه؟ انزل يا باشا، انزل يا باشا، افتح الملعب يا باشا. اوكي في اول الماتش انت عمال تقول لعيبتك اضغط 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 اضغط، اللعيبه كانت مرعوبه وخايفه، مش فاهم ليه، ما انت برضه موصل ده ليهم. انت عملت ايه قبل الماتش؟ كنت بتعمل معاهم، كنت بتتكلم معاهم في ايه؟ يعني انت مثلا كنت بتتكلم، انا مش عارف، بحاول اتخيل مثلا كان بيتكلم معاهم مثلا، اللي هو كان بيحكي لهم انتوا عارفين سنه 90 لما كنت بلعب كوره وكنت ماشي مش عارف حصل مواقف، كنت بتعملوا كده ولا كنت بتعمل ايه؟ طيب ما انا ايه التحضيرات اللي انت عملتها؟ انا لحد دلوقتي واقف عند نقطة سيف الجزيري، انت ليه نزلته بناء على ايه؟ يعني طلعت شيكو بنزا،
شيكو بنزا ايا يكن، احنا مختلفين عليه في حاجات كتير، بس الراجل ده سبب رعب لاتحاد العاصمه، لدرجه ان هناك بيقولوا يا جماعه الراجل ده احنا لازم نمسكه، الراجل ده جامد جدا، الراجل ده مش عارف ايه وايه. نزلت يا باشا عشان الخوف ده. انت طلعته ليه طيب؟ طلعته ليه؟ ما انا مش فاهم. طب طلعته. طب انا دلوقتي نزلت ناصر منسي، تخيل يا عزيزي من الدقيقة 5 لحد ما ناصر منسي نزل احنا عملنا الهجمة بتاعت ناصر منسي. طب لو كنت انت نزلت ناصر منسي بدل الجزيري، كان في وقت كافي، كنت هنعمل ايه بقى؟ فكل حاجة غلط، كل حاجة وحشة. احنا دلوقتي ما قدامناش غير بطولة، بطولة الدوري، الحلم، الحلم ده الحلم بقى الحقيقي ده هتفتح لك كل الابواب، كل الابواب هتلاقيها كده اتفتحت. فانت دلوقتي قدامك ماتش سيراميكا، بنلعب مع احسن مدرب في الدوري، بنلعب مع من احسن السكواد متكامل مع بعضه. فعندك فرصتين، تعادل او فوز، تعادل او فوز. انت يا معتمد يا جمال هتنزل على التعادل؟ هل ده منطق؟ عندك فرصتين، هتنزل تلعب على التعادل؟ انا بقول لك اهو من دلوقتي، كل سنه واحنا طيبين يا جماعه، انسوا الدوري. يا رب بقى، يا رب. يعني دي بقى ايه باقدام بيراميدز بقى والاهلي يعني، ناخد تاني. طب طبعا ده مستحيل، بيراميدز والاهلي هينزلوا يكسبوا ماتشاتهم، شكرا، نقطه. دولت نازلين مبدئيا كده محدش يعني، الماتش ده عشان كله هيتلعب في نفس الوقت، انت هتبقى على الشاشه دي او الشاشه دي او فاتح الموبايل بتبص ما تبصش، خلاص انت دلوقتي اعتبر نفسك ماتش بيراميدز والاهلي كسبانين، شكرا اركن. فانت نازل عندك فرصتين، عندك فرصتين، انزل، انزل، العب، العب، احنا بنلعب كوره يا جماعه، مش احنا مش بنحارب يا اسطى، كوره يا اسطى، في انزل يا عم، افتح الملعب وسجل واحد والتاني والتالت، عيش يا باشا، جه فيك واحد تسجل التاني، خد قلم هات قلم، عيش. على الاقل لو انت نزلت كده ممكن تجيب جولين ثلاثه. هيجي يا باشا سيراميكا يا باشا مش عارف هتخبط الاول في التاني تتعادل معاك في اخر ثانيه، شكرا، تعادلي يا عم معايا، اكون انا كسبان ثلاثه وانت ارجعي اعملي اكسبيني ثلاثه، بس انا تعادلت، انا كسبت الدوري، عملت اللي عليا، شكرا. انما مش هنزل من اول الماتش انا بلعب على حاجه واحده، التعادل. يا فرحتي، طول ما انت هتنزل في ماتش سيراميكا بتلعب على التعادل، كل سنه وانت طيب، بوسه وحضن كبير جدا. انا نفسي في الدوري بصراحه، نفسي في الدوري لحاجات كتير جدا جدا. ف انا في ناس قالوا لازم اللعيبه تريح النهارده، لا تريح ايه يا معلم؟ يعني ايه تريح؟ ما انا مش فاهم. لا، ما انت عندك ماتش كمان 3 ايام هتريح لها؟ انا مالي؟ مشكلتك حلها، وديهم المستشفى دلوقتي، روح يا باشا احضر الماتش في المستشفى، انا مالي يا باشا؟ واللعيبه يا باشا بتعمل استشفاء، بتحط تلج، انت اتكلم معاهم حضرهم يا باشا، ماليش فيه، مش بتاعتي. ولو انت كنت بتبص كمان على الكونفدراليه عشان ال4 مليون مش عارف إيه، انت خدت 2 مليون، خدت 100 مليون، انا ماليش علاقه انت هتحل ازمه الكيد دي ازاي، بتاعتك مش بتاعتي، انا مالي، انا مالي، دي بتاعتك، ما تشغلنيش، انت فاهم؟ فانا دلوقتي عندي ماتش كمان 3 ايام، واديني بقول اهو عشان ان شاء الله يا رب يا رب يا رب نكسب الدوري. كسبنا الدوري تاني يوم ايه كمان، بعد دقيقه من اللي احنا خلاص كسبنا الماتش، انا عايز المجلس ده كله كده يطلع بره، 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 ويطرد ويتحاسب ويتحاكم، يتحاكم. هديلك حاجه واحده عشان يتحاكم فيها، حاجه واحده بعيد عن الحاجات الكتير، ناصر ماهر ودونجا اللي انت بعتهم، ازاي؟ عشان مين بقى؟ عشان ايه؟ تحاكم. امبارح كان في اهلاويه معلم في المقصوره، فاكر حوار التذاكر والازمه بتاعه تذكرتي وبتاع، مين اللي دخل الاهلاويه دول؟ يا مجلس يلي منعت تذاكر لجماهير الزمالك وخليتهم معاك، مين اللي دخل الاهلاويه دول؟ عرفت بقى، عرفت ان المجلس ده لازم يتحاكم، يتحاكم.
في برضه كومنتات ان انت يا باشا، ايه يا باشا اللي انت بتقوله ده يا باشا بقى، ما احنا لازم ندعم خلاص فاضل الماتش. ايه يا عم في ايه؟ انت عايز تموتني طيب ولا ايه؟ مش يعني انت مش عايزني ازعل طيب ولا ايه؟ طب ما انا دلوقتي بفوق، انا دلوقتي بفوق. ايه يابا؟ هنعمل ايه مع سيراميكا طيب؟ انت شايف ايه؟ انت شايف ايه؟ انت شايف اللي انت هتخرج من موسم اللي احنا كنا بنقول المنافس هيخرج من موسم صفري، لا ده انت هتخرج صفري. عارف فضيحة المتهرب اللي طلع على المعاش؟ انت هتبقى كده. فانا بقى مش مستني اي حاجه، انا مش انا يعني انت يا باشا، انت في ماتش سيراميكا هتلاقي الجمهور مالي الاستاد. ما تتكلمش على حوار الدعم، وانت مش عارف اساسا جمهور الزمالك ده عامل ازاي اصلا. جمهور الزمالك ده هو اللي ماشي الموسم. معاك جمهور عظيم. انت نازل يا معلم امبارح في خناقه، نازل في خناقه في بلدك. معاك مين في بلدك؟ كل رجاله بلدك. مرعوب وخايف ليه؟ جبان ليه على الخط او اللعيبه؟ يا معلم انت عامل خناقه في بلدك، رجالتك كلها في ظهرك، وبتلعب 11 لعيب بس و50 واحد في المدرج. انت بتعمل ايه يا معلم؟ ده انت تشلح، ده انت تلعب باللباس، تقلع الشورت وتلعب باللباس، ظهرك يبقى مكشوف، عندك رجالتك ورا. انا تعبان، انا تعبان والله. انا امبارح بعد الماتش ما خلص انا قمت خدت دش. انا مش فاهم ليه، انا ايه اللي حصل يعني. انا كنت مستحمى اول الماتش، بقى ماتش الزمالك بقى قايم مستحمى وحاطط برفيوم وبتاع. الماتش خلص انا قمت خدت دش. ما انا قلت برضو مش عايز اقابل يعني ربنا، وعايز اقابله بقى وانا طاهر بقى، فاهم؟ اصل انت مش عارف اقول ايه، بس يعني كل الدعم بقى للجمهور، كل الدعم للجمهور. اه والله تلاتة يا باشا. ده الجمهور امبارح عمل ملحمة مزيكا. الكرة مع اتحاد العاصمة صفارة، ده بقى التشجيع اللي هو الأورجانيك، تسعيناتي كلاسيكي. صفافير الكرة معاك ايه، عمالة يا باشا، عمالة تهشتتك. بص انا بقول يعني يلا بقى، عندنا ماتش مع سيراميكا. معتمد جمال انا شايف وجوده زي عدمه. آه اللعيبة بقى يعني انزل العب، انزل العب لعبك عادي جدا. انزل بقى خلاص. انزل والعب. ما تسمعش كلام حد، ما تسمعش كلام مدرب. انا بقول لك هو انزل العب يا باشا، روح يلا العب. اكنك قاعد في الشارع بتلعب. هتعمل ايه؟ والله يا ابني هتجيب سكور، والله هتجيب سكور. لان انت عندك دلوقتي ان سيراميكا هتلعب على العامل النفسي بتاعك، فهتبدا ان هي تفتح مساحات من ورا اصلا. هي شايفه ليه هتنزل يا باشا اول ربع ساعه، هي فاتحه يا باشا الدنيا وعماله تضغط. انت يلا العب يلا على عكس يلا. والله تخلصها بجولين. طب والله العظيم ثلاثة تخلصها في ربع ساعة. والله العظيم ثلاثة. ما تخافش ما تخافش، انت الزمالك. قلتها قبل كده وبقولها، لو فلنتك بس بتاعت الزمالك نزلت تلعب هتكسب. الفلنة، فلنة الزمالك يا ابني، انت عبيط يا ابني. بقول لك فلنة الزمالك. يعملوا تاريخ، بس التاريخ مش بيتعمل للجبنة، التاريخ مش بيتعمل للناس الخوافة، تاريخ للشجعان للرجالة. تمام. في ملحمة الجمهور هيعملها، وعمالين نعمل حاجات عظيمة قوي. فخليكم رجالة، خليكم رجالة. سلام.